السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتاتي المغاربة والمغربيات، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. فيديو غادي نهضروا فيه على الخبر ديال أن سيجارة قامت بحرق جسد فتاة 30 بجامع الفنا بمدينة مراكش. والتفاصيل ديال هذا الخبر هو أنه علمت مصادر مطلعة أن فتاة أضرمت يوم أمس الاثنين النار في الجسد ديالها بمدخل ساحة جامع الفنا بمدينة مراكش. وفقا للمعطيات اللي وفرتها المصادر الإعلامية، فالمعنية بالأمر وهي فتاة في الثلاثينات من العمر ديالها وكتعيش حالة ديال التشرد. كانت في جلسة خمرية رفقة أشخاص آخرين قبل أن تنسكب المادة الكحولية التي كانت تحتسيها على الملابس ديالها. وعندما قامت ولا بغت تشعل السيجارة ديالها للتدخين، اندلعت النيران في جسدها بالكامل. وفور علمها بالواقعة انتقلت إلى علم المكان السلطة المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية اللي قامت بإخماد النيران. وتم نقل المعنية بالأمر في حالة حرجة إلى قسم المستعجلات بمستشفى محمد السادس بالموازاة مع فتح تحقيق للوقوف على ظروف وملابسات النازلة. فهذا الشيء اللي كاين في هذا الفيديو. باقي التفاصيل وباقي الأخبار الأخرى غادي نوفيكم بها فور التوصل بها. كان معكم الأخبار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.